السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. وحشتوني قد الدنيا. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم اللحمة بطريقة مختلفة عن كل مرة. جبنا كيلو لحمة، غسلناها كويس وقطعناها قطع مناسبة يعني. بعدين جبنا الصينية، حطيناها على النار وسيبناها لحد ما سخنت خالص خالص خالص. بعد ما الطاسة سخنت جبنا اللحمة ونزلنا بيها في الطاسة من غير سمنة ولا أي حاجة، وسيبناها تسيبيها مثلا قد 10 دقايق كده لحد ما تاخد لون. وبعدين تقلبيها على الناحية التانية، تسيبيها برضو قد 5 دقايق ولا 7 دقايق ولا 10، على قد برضك ما تاخد لون، وتقلبيها على الناحية التانية. زي ما انت شايفة كده اللحمة خدت لون، اتحمرت واتشوحت كويس وخدت لون جميل. بعد ما قلبتيها كويس المفروض نتبلها بقى. هننزل عليها هنجيب معانا مجموعة توابل. هنحط ملح، فلفل، شطة حسب الرغبة، سنة قرفة، وهنبشر حتة جوز الطيب، وهنحط معلقة صغيرة سكر عشان تسرع تسوية اللحمة وعشان تديها طعم بردك. وهننزل بكام ورقة لورا. تمام، يبقى معانا ملح، فلفل، شطة، قرفة، جوز الطيب، سكر، ورق لورا. ولو عندك بهارات لحمة اديهم رشة. بعدين هتنزلي ببصلتين تقطعيهم مكعبات صغيرة وتنزلي بيهم على اللحمة وتقلبيهم. وبعدين 4 طماطم هتقطعيهم وتنزلي بيهم وتقلبيهم لحد ما يستووا. وبعدين هتغلي مية وتصبيها على اللحمة وتغطيها لحد ما تستوي. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. سلام عليكم.